السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير المشلتت بطريقة فرد مضمونة جدا وسهلة قوي. هتقدري تعملي أكتر من 50 فطيرة بأقل مجهود وفي أسرع وقت من غير تعب نهائي. حتى لو جديدة في المطبخ ولسه يدوبك سنة أولى مطبخ، هيكون سهل عليكي جدا، ومش هتحتاجي مكان ولا نشابة ولا دربكة من كل الدربكة اللي كنا بننعى همها في الفطير. وفي تكة مهمة جدا هقولك عليها عشان يطلع معاكي مورق ومنفوخ زي بتاع الأفران بالظبط، وأحلى كمان. والنتيجة هتكون رائعة جدا، وهيطلع معاكي طري وهش ومورق وخفيف، وطعمه وريحته ولا أروع، بشوية دقيق ومية ويلا معايا هنعمل أحلى فطير. أحلى كمان من فطير الأفران. خليكي معايا بس للآخر عشان في تريكات مهمة جدا هتخليكي محترفة وهتعمليه كل يوم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير لكل اصحابكم عشان الكل يستفيد من الطريقة. اول حاجة معانا يا بنات تكوني محضرة نص كيلو من الدقيق، ونص كيلو هيطلع لك 3 فطاير محترمين جدا. وطبعا لو عايزة تضاعفي الكمية عادي، ضاعفي الكمية وقطعي على عدد الفطاير اللي انت عايزاها. شايفين الدقيق؟ انا جايباه دقيق يكون دقيق للفطير، يعني تروحي للمحل وتقولي له انا عايزة دقيق هعمل بيه فطير. وتحضري معاكي في بولة كبيرة زي ما احنا شايفين كده، وتحطي عليه معلقة مش مليانة، معلقة كبيرة مش مليانة من السكر، ومعلقة ممسوحة من الملح. وبعدين تكوني محضرة جنبك كوبايتين من المية، تزودي شوية بشوية. يعني تحطي أول كوباية وتاني كوباية تبقى في إيديكي، وتحطيها سنة سنة كده لحد العجينة ما تتلم معاكي. وطبيعي عجينة الفطير ما بتكونش لا ناشفة ولا طرية قوي، يعني بتكون يابسة كده معاكي ولينة، يعني ولا هي سايحة ولا هي ناشفة بحيث ان انتي ما تعرفيش تفرديها. شايفين الدقيق اتلم معايا بكل سهولة، ويا دوبك اخد كوبايتين المية بالظبط. هسيب بقى العجينة ترتاح كده لمدة 10 دقايق. ودي أول تركة معايا في نجاح الفطير، وإن يطلع مورق وهش وطري زي ما هنشوفه قدام. وزي ما احنا شايفين كده، أنا بعد ما ريحته 10 دقايق جبت البولة بتاعتي تاني وبدأت أقلب فيه علشان أعلي من نسبة الجلوتين اللي في العجينة بتاعتي. شايفين ما شاء الله العجينة طرية ازاي ومعقولة، يعني مش ناشفة ولا هي طرية سايحة مني. هسيبها بقى ترتاح لمدة 10 دقايق كمان عقبال ما احضر سطح العمل اللي انا هشتغل عليه. جهزت بقى الرخامة بتاعتي وحطيت مفرش التقطيع ودهنته حاجة بسيطة خالص، زيت خفيف خالص. وجيت لكم النهاردة بطريقة جديدة جدا لتقطيع القطع بتاعة الفطير بتاعتي. بدل ما اقعد اقطع على ايدي كده كور، واحدة تطلع صغيرة وواحدة تطلع كبيرة، لا بالطريقة دي كده بالكوباية هتطلع القطع بتاعتي كلها نفس المقاس. شايفين ما شاء الله طلعت الكورة بتاعتي مقاسها بالظبط قد البيضة كده الأحمر الكبير. شايفين ما شاء الله كلهم طلعوا نفس المقاس. وهاخد القطعة اللي فاضلة معايا ديت، هلفها تاني وهقطعها كور. يبقى كده ما شاء الله طلعوا عندي 13 كورة، يعني هيطلعوا عندي 3 فطاير مرتاحين جدا. وهكون بقى محضرة معايا 100 جرام من السمنة. أنا هنا استخدمت سمنة بقري بدرجة حرارة المطبخ. ما ينفعش يا بنات تكوني مطلعاها من التلاجة وتستعمليها على طول، وبرضه ما ينفعش تكوني مسيحاها خالص كده، مش هتساعدك ابدا في الفرد، وهتطلع عندك على السطح او المفرش بتاع التقطيع وهتنزل وهتبقى عامله زي الميه. انما لما تبقى مرمله كده معاكي ويا دوبك واخده درجه حراره المطبخ، هتبقى كويسه جدا وهتتفرد معاكي ومش هتطلع معاكي نهائي من على العجين وانتي بتفرديه. شايفين انا رصيتها بقى، رصيت كل الكور بتاعتي في كميه السمنه في صينيه كبيره. وقبل ما افرد يا بنات اكون محضره الصواني بتاعتي اللي انا هسوي فيها في الفرن، اكون دهناها سمنه كويس جدا. وهسيب برضو الصينيه اللي فيها العجين بتاعي او كور الفطير بتاعتي لازم ترتاح لمده 5 او 10 دقايق. وهاخد اول كوره وافردها. شايفين ما شاء الله ما خدتش في ايدي ثواني. بمجرد ان انت ما تحطي ايدك عليها كده وتسحبي من جوه لبره، هتتفرد معاكي بكل سهوله. والله يا بنات طريقة في منتهى الجمال ومنتهى السهولة. شايفين ما شاء الله ايدي باينة من تحت الفطير ازاي؟ رقيق جدا وهش جدا وخفيفة جدا جدا، مش هتاخد في ايدك ثواني. وطبعا وانا بشتغل لو حسيت ان انا محتاجة معلقة سمنة، هحط في كل واحدة معلقة سمنة واحدة بس، وهطبق على 4 زي ما احنا شايفين بنفس الشكل ده كده، وهتطلع معايا بنفس المنظر ده. وهركنها بقى على جنب وهاخد اللي بعدها. هافرد برضو بكل بساطة، مش هتاخد في ايدي ثواني. وهاخد معلقة من السمنة
وابدأ افرد من جوه على بره. شايفين انا بسحب ازاي؟ لازم اخد بالي كويس جدا ان ما اسيبش اي طرف تخين، لازم أتَّكّ كويس أو أضغط كويس على الطروف بالذات، عشان ما اخلّيش أي قطعة أبدًا تخينة. وهاخد اللي أنا عملتها في الأول وهاحطها في النُص وهاطبّق عليها ال4 جوانب وهاركنها على جنب، وهاخد القطعة التالتة وهافردها برضه. قد إيه الفرد يا بنات متعة جدًا، هتحسّي إن أنتِ فعلًا مستمتعة بعمل الفطير، جميل جدًا، جدًا وطريقة هايلة جدًا ومش هتبطّلي أبدًا تعمليها. بمجرد بس إن أنا بازحلق إيدي كده على القطعة من جوه لبره هتتفرد معاكِ بكل سهولة، ولا محتاجة مكان عمل كبير ولا سطح كبير ولا أي مكان يحتاج إن أنتِ تفردي فردة كبيرة عشان الفطير معاكِ يطلع ناجح، ولا حتى نشابة ولا فرادة ولا أي حاجة هتخليكِ تتعطلي أبدًا أو توقفِك إن أنتِ تعملي فطيرة حلوة وناجحة. شايفين ما شاء الله طلعت شكلها إيه؟ كده أنا هاعمل آخر قطعة، وهنا أنا قُلت في الأول خالص طلعوا معايا النُص كيلو دقيق، طلع معايا 13 كورة، يعني هاعمل 2 3 كور في بعض وواحدة بس 4، يعني كده هيطلعوا حجمهم معقول جدًا، جدًا. أنتِ لو عايزة تضاعفي الكمية وتعملي كيلو دقيق عشان تزوّدي العدد، ما تقلقيش خالص زوّدي زي ما أنتِ عايزة، هتخلّصيهم في ثواني ومن غير أي مجهود، وفي وقت قليل جدًا، جدًا يا بنات والله ما هتتخيّلي جمال الفطيرة دي. وعلى فكرة إحنا عملنا كذا طريقة للفطير بس دي حقيقي أسهلهم، أنا هاحط لكم اللينكات بتاعتها تحت في صندوق الوصف. شايفين ما شاء الله شكلها جميل إزاي؟ وكلّها هوا من جوّه، لمّا تعرفي إن كلّها هوا من جوّه يبقى تتأكدي إنها هتطلع هشة ومورقة. حطيناها بقى في الصينية بنات، واوعي تبططيها أو تفرديها في الصينية وهي لسه يا دوبك كده أنتِ مجمعاها، لأ تسيبيها شوية ترتاح حوالي برضه 10 دقايق على جنب لحد ما تخلّصي الفطيرة اللي بعدها. وشايفين ما شاء الله اتفردت معايا جميلة ما شاء الله رقيقة جدًا، جدًا، ونزلت عليها بمعلقة من السمن وهاطبّقها بالضبط زي ما عملنا في الفطيرة الأولانية، في منتهى البساطة والسهولة. والله يا بنات لو وقفتِ عملتِ 100 فطيرة هتعمليهم في منتهى السهولة وفي وقت قليل جدًا، وأنتِ مستمتعة كمان إن أنتِ بتنجزي بسرعة جدًا وبتعملي الفطير اللي ما حدش بيعرف يعمله. نيجي بقى للتريكات المهمة اللي قُلناها لنجاح الفطير. أول حاجة لنجاح الفطير إن أنتِ تعجني وتسيبي العجينة ترتاح شوية، وبعد كده ترجعي تعجنيها أو تقلبيها تقلبتين وتسيبيها برضه ترتاح شوية. راحة العجين يا بنات هي دي اللي بتطلّع لِك عجينة ناجحة أو منتج في النهاية بيكون ناجح جدًا وزي ما أنتِ عايزة بالضبط. وبعد كده لمّا تفردي الفطير بتاعِك وتفردي ال3 فطاير الصغيّرين جوّه بعض وتركنيه على جنب في الصينية، لازم برضه تسيبيه يرتاح على الأقل من ربع لنُص ساعة، سواء بقى كان في التلاجة أو برّه التلاجة. بس لو الجو كويس أو في الشتا ممكن تسيبيه برّه التلاجة عادي، إنّما لو الجو حَر جدًا حُطّيها في التلاجة لمدة بس ربع ساعة. تاني حاجة من أسباب نجاح الفطير معانا يا بنات اللي هو نوع الدقيق، لازم تجيبي نوع دقيق يكون قوي أو نسبة الجلوتين فيه عالية، يعني وأنتِ بتشتريه من السوبر ماركت تقولي له أنا هاعمل بيه فطير، يعني ما يكونش دقيق نواعم زي الكحك والبسكوت أو دقيق أي مخبوزات عادية، لأ يكون دقيق للفطير أو دقيق يكون قوي ونسبة الجلوتين فيه عالية زي ما قُلنا قبل كده. نيجي بقى للتركة الخاصة بتاعة المادة الدهنية. طبعًا المادة الدهنية دي ترجع لِك، أنتِ اختاري المادة الدهنية اللي أنتِ عايزاها. طبعًا بس يا بنات يُفضّل إن إحنا كل المواد الدهنية بتاعتنا لازم تكون طبيعية، ابعدي خالص عن المواد الدهنية المهدرجة، لأنها طبعًا قدّام شوية طبعًا مع تقدُّم السِن بتجيب تصلُّب في الشرايين وبتأذي جدًا الجسم يا بنات، فلازم نكون عارفين النقطة دي جدًا، فخلّيكِ أفضل في المواد الدهنية الطبيعية. اخلطي بقى سمنة على زيت بقري، جاموسي، زبدة، أي حاجة أنتِ عندِك أو متاحة ممكن تستخدميها. شايفين دي آخر بقى فطيرة معانا ما شاء الله، شايفين حجمها طالع شكله إيه، شايفين الصينية مدهونة إزاي، وده الحجم المناسب معايا. وزي ما قُلنا أنا هاسيبهم بقى يرتاحوا كده لمدة ربع ساعة، لو الجو كويس سيبيهم برّه في المطبخ عادي، ولو الجو حَر جدًا حطّيهم في التلاجة لمدة ربع ساعة، وبعد كده نطلّعهم ونشوف بقى هنعمل فيهم إيه. اللي وصل بقى معايا للمقطع ده ينزل على طول يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وما تنسيش بقى تشيّري الفيديو لكل أصحابِك عشان يستفيدوا من الطريقة الجميلة دي، اللي حقيقي هتفرق معاهم جدًا. شايفين كده الصينية بعد ما ارتاحت في التلاجة ربع ساعة، أنا طلّعتها وبطّطتها كده بالراحة خالص، تبدئي
من على الطروف كده عشان الطروف بتاعتِك ما تبقاش تخينة، بالراحة كده خالص وما ترقرقيهاش خالص عشان ما تنشفش معاكِ في الفرن. شايفين ما شاء الله بتتبطط معاكِ بكل سهولة. ونيجي بقى للتركة المهمة جدًا اللي بعد الفرد، لازم تسيبيها ترتاح شوية، ما تبططيهاش كده وتدخّليها الفرن على طول، لو دخّلتيها الفرن على طول هتكِش معاكِ ومش هتطلّع لِك نفس النتيجة. ونكون بقى مجهّزين الفرن على درجة حرارة عالية، الفطير يا بنات لازم يستوي على درجة حرارة عالية، ويكون الفرن متسخّن قبل كده، دي أهم تركة في التسوية. شُفتوا ما شاء الله اتنفخ في الفرن بسرعة إزاي، ودي أهم حاجة في نجاح الفطير بتاعنا. شايفين ما شاء الله مورق إزاي، وده عشان خاطر الطبقات اللي أنا ضفتها جوه الفطيرة، التلات طبقات كلهم داخلهم هوا، ما بين كل طبقة والتانية دخلت هوا، كل طبقة من الفطيرة بتاعتي مورقة كده وجميلة ومقرمشة كده زي الفل. طيب بعد الفطير بتاعنا ما يطلع من الفرن، طبعا أنا عملت فطيرة 2 3 4 أي كمية عندي هحطهم كده على بعض عشان يتدفوا بالسخونية أو بالحرارة الفرن، وبعد كده هاغطّيهم بفوطة نضيفة عشان أقفل الحرارة والفطير بتاعي هيطرى في ساعتها. شايفين ما شاء الله الفطير يفتح النِفس جدًا ومنفوخ وطري من جوّه جدًا ومقرمش من برّه، حقيقي طريقة ناجحة جدًا، من أنجح الطرق اللي إحنا عملناها هنا على القناة يا بنات للفطير. ما شاء الله أنتِ ممكن تعملي ولا 50 فطيرة في وقت قليل جدًا بنفس الطريقة دي كده. ده غير إنه هيطلع طري ومورق وخفيف جدًا وهش عشان الطبقات اللي إحنا عملناها من جوّه الفطير، ولا حطينا أي إضافات تانية صعبة ولا حاجة ممكن تكلفِك أي مجهود أو فلوس أو وقت. شايفين الفطيرة بتاعتنا طرية إزاي زي المَيّة ما شاء الله، ده غير الرقات بتاعتها كمان شفافة جدًا، ده بفعل الفرد بتاعنا وال3 طبقات اللي إحنا حطيناهم جوّه الفطيرة. نأكد كده على بعض يا بنات على تركة التسوية، لازم الفطيرة تدخل فرن على درجة حرارة عالية لمدة 10 دقايق، وبعد كده لو عايزة الفطير طري جدًا هنغطي الفطير بفوطة نضيفة أو هتغطيه بصينية كبيرة. ولو دخلتي الفطير على درجة حرارة هادية أو متوسطة طبعا هيطلع معاكي ناشف جدا ومجلد جدا، لأن الحرارة الهادية هتمتص كل الرطوبة اللي جوه الفطير. شايفين ما شاء الله التسوية مظبوطة ازاي، لأنه داخل على درجة حرارة عالية فاستوى بسرعة جدا وبقى من فوق ومن تحت اللون الذهبي أو الأحمر الجميل ده. وهي دي التسوية المظبوطة والناجحة للفطير، وبكده هيطلع معاكي بنفس النتيجة اللي احنا شايفينها دي ما شاء الله على الطبقات اللي احنا شايفينها، وقد ايه طري جدا، قد ايه هش، قد ايه رقيق، في كل صفات الفطير الناجح. مادام اتبعت التركات اللي قلنا عليها هيطلع معاكي فطير ناجح 100%. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى الوصفة دي تكون سهلة عليكم وتجربوها، حقيقي من أسهل طرق الفطاير اللي جربناها هنا في القناة. أتمنى تنفذوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وبشكر جدا إخواتنا الجزائريين اللي على طول متابعيني بمشاهداتهم ليا في الفيديوهات، أشكرهم جدا جدا، وبشكر كل متابعينا هنا في القناة. واتمنى لكل شاهد الفيديو وعجبه جدا ينزل يعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.